اليوم اللي هتطلع فيه من بلدك حياتك وعقليتك هتتغير، هتتعلم تعمل كل حاجه لوحدك، مفيش حد هتعتمد عليه. تصحى الصبح مفيش حد هيصحيك، لو راحت عليك نومه مش هتروح شغلك، وده معناه ان انت ممكن يتخصم لك، ممكن تخسر شغلك. على فكره هنا الموضوع ما فيهوش هزار، يعني الموضوع مثلا مش بمزاجك اللي انت تصحى براحتك وتروح براحتك، لا يا باشا، انت بتروح في ميعادك 8 تبقى 8 بالدقيقه، قبل 8 كمان تبقى هناك، 8 و5 تبقى انت كده متاخر، 8 ودقيقه تبقى انت متاخر. في نفس الوقت ما ينفعش تمشي بدري. لو انت مشيت بدري مثلا 3 دقايق او دقيقتين، مع انك انت ممكن تبقى قاعد مثلا ساعات قبل كده بالهبل زياده، بس تلاقيهم كلهم بيبصوا لك كده، فده اسمه التزام. هنا بيبقى التزام في حاجات كتير جدا، لازم تبقى ملتزم. وبقول لك عقليتك بتتغير لانك بيحصل لك كده حاجات، هي تغيرات يقول لك فسيولوجيه، بس هي مش فسيولوجيه، بيحصل لك كده تغيرات نفسيه. عمر يعني تفكيرك ما بيبقى زي الاول، عمر ما حياتك بتبقى زي الاول، كل حاجه بتتغير. ولو فكرت ترجع بلدك مش هتعرف تتعايش، هي سبحان الله هي كده. فانت هنا بتعتمد على نفسك بنسبه 100%. بتعمل مثلا اصحاب، بتعمل علاقات جديده، بتقابل ناس، بتشوف حاجات جديده، عادات وتقاليد جديده، بس ستيل برضو انت يعني انت ايه، يور اون بوس، يعني انت مدير نفسك. كل حاجه انت بتعملها، لو انت اكلت اللقمه كده وسبتها مكانك او سبت طبقك مكانك محدش هيغسلهولك، لو انت سبت غسيلك هيعفن، محدش هينشرهولك. فالحاجات دي ممكن تكاد تكون بسيطه بالنسبه لك، بس هي لا، هي بتعلمك التزام، بتعلمك اللي انت انت اللي بتعمل كل حاجه بنفسك. انا لما كنت في مصر ما كنتش بعمل كوبايه قهوه لنفسي، دلوقتي انا لو ما ناولتش نفسي مثلا كوبايه قهوه ولا كوبايه ماء محدش هيناولني. فالحاجات دي ما بتتعرضش ليها او ما بيجيش فرصه ان انت تتعرض ليها غير لما بتسافر وبتطلع من بره بلدك. عشان كده بيقول لك عقليتك بتتغير وبقلبك بيجمد. يعني بتلاقي ناس مثلا قرايبك ومش عارف ايه عمالين يحضروا افراح وي وحاجات بتحصل ومش عارف ايه وبتاع، وانت عادي اي دونت كير، لو انت مش فارق معاك حاجه. الحاجات دي بتبقى غصب عنك، انت مش بتبقى بارد او ايه بيقول لك ايه البرود ده، لا انت مش بتبقى بارد، هو انت خلاص انت عندك حاجات اهم، بتعمل حاجات اهم، ومهما حكيت ومهما قلت محدش هيفهمك غير اللي موجود، يعني غير اللي موجود حواليك، غير اللي مسافر وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فالناس اللي فاكره ان انت مثلا لما تسافر وهتلاقي الدنيا جنه ومش عارف ايه وهتلاقي اللي يخدمك ويعملك، لا، لو انت فاهم كده وما تقدرش تعمل كده يبقى خليك في بلدك، مش هتعرف تعمل حاجه. في ناس هنا انا قابلتها يقول لك انا ما بعرفش اعيش مع حد، انا ما بعرفش اعمل حاجه لنفسي، ما بعرفش اغسل، مش عارف ايه. وانت عادي ممكن تجيب حد يعمل لك وحد يسوي لك وحد يطبخ لك وحد يعمل لك، بس انت جاي تدفع للكلام ده، انت جاي تامن مستقبل. فدي حاجات كتير بتجهلها. بجانب كل ده بيظهر لك حاجات كده اللي هي زي ما بنقول عليها مثلا فتن، بتتعرض لمواقف غريبه. هنا في انفتاح برضو ثقافي، اي بلد انت بتسافرها عن مصر بتلاقي في انفتاح ثقافي، بتقابل ناس غريبه، بتلاقي في حاجه في كل حاجه ايزي، عايز تعمل اي حاجه انت ايزي، عايز تقعد في اي مكان لوحدك ايزي. بتبقى من جانب اخر بتبقى في جهاد مع نفسك اللي انت ما تعملش حاجات غلط كتير، خاصه ان انت مفيش حد شايفك. انا هنا مفيش حد شايفني، مفيش حد عارفني، بغض النظر عن شيكو يعني معروف شويه يعني وكده، بس يعني المهم بس انت لو عايز تعمل اي حاجه هتعملها. الحريه حلوه وكل حاجه، بس مش في كل الاوقات ومش في كل الحاجات. ففي حاجات كده بتحصل لك يقول لك انت خلاص، لما اول ما بيتقال عليك كلمه مغترب تعرف ان انت خلاص دخلت في السايكل دي. عمر حياتك ما هترجع زي الاول، وعمرك ما هتقدر تعيش زي الاول، واللي كان بيعيشك الاول مش هتقدر تعيش بيه دلوقتي ومش هتقبل بيه دلوقتي، لانك شفت، عارف انت يقول لك انت ايه، شفت الاحسن او شفت الاجمل. في ناس بتفضل تبص مثلا ده بيقول لك بيقبض كذا ومش عارف ايه، ماشي، ما انا بقبض كذا بس بدفع في سرير 18000 جنيه، باكل ممكن ب 10 15000 جنيه، بروح بس شغلي مواصلات بحوالي 7 8000 جنيه. ما انا ما بحسبهاش كده. انا لو ما حسبتها كده وعملت فيديو عن ده وفايرال كمان، الناس تقول لك يا عم ما بتحسبش كده. يا عم انا عارف، احنا عمالين بس الفيديو بنضحكوا. كل حاجه ليها ضريبه، سفرك ليه ضريبه، قعدك في بلدك ليه ضريبه، كل حاجه ليها ميزه وعيب. هنا ممكن تعمل مثلا فلوس بس مش حته النزعه والاهل والصحاب والحبايب واللمه والحاجات دي. الحاجات دي انت بتفتقدها. انت ممكن بتنزل مره في السنه، في ناس ما بتعرفش تنزل كمان مره كل سنه. انت قاعد في وسط اهلك وفي وسط حبايبك وفي وسط اصحابك، بتروح تقعد على القهوه بالليل مع صحابك، تقعدوا تضحكوا وتعملوا مش عارف ايه، حتى لو كلكم معاكمش فلوس، بس القعده دي بفلوس لوحدها. يعني حتى لو انتوا كلكم قاعدين مفلسين وعمالين تفكروا في فكره مشروع وكده، بس فكره ان انتوا كلكم قاعدين مع بعض دي بالدنيا، يعني دي بحاجات كتيره قوي، وخاصه لما تكون صحبه حلوه. يعني انا اصحابي دلوقتي تقريبا كل واحد فينا بقى في بلد. يا عالم نتقابل تاني امتى ولا لا. كل حاجه بتبقى مرحله في مراحل حياتك. يعني انا مثلا حياتي مش هتفضل كده على طول، ولا انت حياتك هتفضل كده على طول.
فما تبقاش ساخط عليها. انا مش بقول لك كلام تشجيع وكده، انا بقول لك حاجات ممكن ما حدش هيقولها لك. الفيديوهات اللي انا بعملها دي مثلا ممكن بتجيب مثلا 400 500 فيو بس ما بتفرقش معايا. ده اللي انا اقدر اساعدك بيه، غير كده ما حدش يقدر يساعدك في حاجه ثانيه. اللي يقول لك انا هعمل لك واسوي لك ومش عارف ايه، ده عايز منك مصلحه، ده عايز منك حاجه. ما حدش بيعمل حاجه ببلاش. يعني لازم تبقى عارف كمان ان هنا ما حدش بيعمل عامه لما تسافر، يعني ما فيش حد هيعمل لك حاجه ببلاش الا من رحم رب، ومن رحم رب دي يعني نسبه قليله جدا خالص فوق ما تتخيلها. فالكلام اللي انا بقوله لك ده يعني الناس بتدفع فلوس عشان تقوله لك. العرق نزل على عينيا. المهم يا جماعه ما تفكرش ان كل حاجه هتبقى حلوه او كل حاجه هتبقى وحشه، لا، زي ما كل حاجه ليها عيوب ليها مميزات. كل حاجه ليها ضريبه. ضريبه الغربه بتعمل فلوس بس بتدمر حياتك الاجتماعيه، بتدمر نفسيتك. بتقعد في بلدك نفسيتك بتبقى جميله جدا وبتبقى مبسوط جدا، بس بتدمر حياتك الاقتصاديه. وفي ناس بتنجح في مصر، يعني هو النجاح مش معتمد. انا لو كنت كملت عيشه في مصر وكنت خلاص، انا يعني كنت بدات استسلم وقلت خلاص بقى اشتغل في وظيفتين وخلاص كنت هعرف اعيش، مع ان الاسعار دلوقتي بقت غريبه، بس كنت هعرف اعيش. ما الناس عايشين، ما انا اهلي كلهم عايشين واخواتي عايشين والدنيا صعبه وكل حاجه عليهم، بس كله بيعيش. فانت سافرت بتعمل فلوس بس بتدمر حياتك النفسيه والاجتماعيه وكل حاجه، وانت قعدت في بلدك برضك بتدمر حياتك الماديه، وبس بتبقى قاعد في وسط اصحابك، في وسط اهلك، في وسط حبايبك. فكل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. بس اللي انا عايزك تعرفه في اخر الفيديو ده، يعني انا مش بزعق لك والله، بس انا عشان الصوت بس بحاول اعلي صوتي عشان المايك يعني. ده اللي انا عايزك تعرفه. اللي عايزك تعرفه ان انت مش هترتاح سواء هنا او هنا، بس في راحه، يعني في عدم راحه بمقابل، في عدم راحه بدون مقابل. اوعى تنخدع يا صديقي. الغربه صعبه ومش سهله، والقعده برضك في بلدك صعبه مش سهله. فكل حاجه صعبه مش سهله، فتيك ات ايزي يعني، وسهلها على نفسك وهون على نفسك. ومساكم زي الفل، وبالتوفيق للجميع.